بس انت على الاقل قدرت تفرض رتمك انت في الماتش كله، قدرت تمسك كوره، قدرت تروح بكور اكتر. لا هي مفاتيح لعب الليفر كلها اتشلت. يعني ما كانش صح. بالمر بيقف بره. خلي بقى الحلقه جميله يخرب بيتك. احنا بنتهزق في عادي. بص، واحنا الحمد لله يعني ان احنا السيتي تحتنا، فاهم الفريق. وانا لسه مقتنع ان فالفيردي هيحصل مشاكل في اوضه اللبس كده 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 شايف قرب مش كده هينفع كده. أصلاً. يعني هيفشل رودريجو جامد. مش هينفع. ان هي جزء من الضغوط ده متشال شويه من اللعيبه. انت مش متوقع. مش عارف بقى ينفع نقول الكلام ده ولا لا، بس انت شايف قول اللي ينفع ودعم يتقال. ايوه انت شايف ان ده مثلا او اداء الاهلي ده صباحكم عالي. مع كعب عالي. النهارده تاني حلقات بودكاست كعب عالي. وحشتونا جدا. عدى اسبوعين هنتكلم عن كل حاجه حصلت خلال الاسبوعين دول. طبعا انا جو برضو كالعاده معايا مصطفى وحليم غريمي. هنتكلم معاكم النهارده عن الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، وكمان هيبقى فيه جزء محلي صغير كده في الاخر. ده احلى حاجه دي. لا خالص مستني الجزء بالنسبه لك. انا مستنيه جزء بصراحه. محلي برضه. مش عارف ليه يعني احنا ماشي. نبدا بالدوري الانجليزي بقى. انت طبعا عايز تبدا بالدوري الانجليزي. حتتي شويه. طيب تحبوا نتكلم عن انهي نادي في الاول؟ يلا الليفر. يلا ليفربول. ماشي. طبعا انت مستقبل الليفر، يعني هبتدي كده معلش عشان انت ايه؟ مستقبل الليفر. مستاء ليه؟ ارسنال يعني. يا ساتر يا رب. ما شفتش جول بتاع مصفوع. هو كلنا هنتصفح من الليفر عامه بصراحه، يعني ما اقدرش اقول. بس انت متعود يعني، لكن احنا متعود على الصفحه صح؟ من ليفربول من كله. لا اخر كام سنه يعني اخر كام سنه هي الفكره. بس في الليفر او في ماتش ارسنال والليفر لو هنتكلم عليه طالما فتحت الموضوع، ان اللي حصل في ماتش مانشستر يونايتد لما كانت احسن مننا حصل فينا في ماتش الليفر بالظبط. هو كما تدين وتدان يعني. بس احنا يعني كنا احسن. احسن نسبيا. اهم حاجه ان هو مش باينه قوي بصراحه. بس انت على الاقل قدرت تفرض رتمك انت في الماتش كله، قدرت تمسك كوره، قدرت تروح بكور اكتر. لا هي مفاتيح لعب الليفر كلها اتشلت. يعني ما كانش فيه خالص غير في اخر ربع ساعه في الشوط الثاني، وده في الانفيلد كارثه. ده عظمه. حاجه عظمه الارسنال. انتوا بصراحه لعبتوا حلو قوي بصراحه. فاحنا رحنا في كمان شك في أيوة ضربات جزاء. ما تقدرش تقول غير كده. لا ما خد بالك، انت شفت الماتش. مدي ايدك. لا اظبط كلامك. الماتش بتاعنا احنا ارسنال ومانشستر. انت اظن فاكر احنا كان لنا ضربه جزاء وما اتحسبتش بتاعت ويليام صليبا. انهي دي؟ لما صليبا دس على رجل كونيا. مش فاكرين. لا حصل يعني انت طبعا بص مش فاكر متذكر دي بيلين بس يعني مانشستر يونايتد هيتكلموا عن التحكيم. يعني ده احنا ارسنال دي احنا اكتر فرقه. الفريق ده والله العظيم جداً. احنا اكتر فرقه يا جدعان. ياخد طرد وتلاقيه طالع مبسوط قوي في اوضه اللبس والدنيا في الرايق. يعني ماشي، بس ما حدش بيتكلم عنها. احنا مصدومين في الموضوع ده يعني. في التحكيم في الماتش في اللقطه دي. التحكيم عامه مرات ومرات بصراحه، يعني مش هقدر انكر ان احنا مرات بيبقى في حاجات لينا تحسب برضه اوت اوف نو وير كده. بس طب احنا خلي كلامنا عن الليفر بقى عشان احنا اتسوحنا. ليفربول انتوا ايه رايكم كصفقات الاول يعني؟ لا طبعا موسم صفقات تاريخي، بقالي كتير جدا ما شفتش فريق بيعمله. انا شايف ان هم غسيل اموال يعني. لا مش غسيل الحق مين بيتكلم على غسيل اموال؟ هنجيلك. تحس ان هم باين اعضاء جوتا. الله يرحمه ويحسن اليه ويحرقك. تمام. فموسم صفقات الليفر هم جابوا كل مركز هم عايزينه بالظبط. يعني اللي كان ناقصهم هم عززوه خلاص كده. يعني ليفر انا من وجهة نظري لو شايف اكتر مركز كانوا محتاجينه ايه ودعموه؟ لان فيرتس كان دايما مشكله الليفر ان مفيش مبتكر صانع اللعب اللي بيطلع اللي بيربط بين الدفاع والوسط والهجوم. ففيرتس صفقه جامده جدا. اكتيكي فاجئني. انا ما كنتش اكيد متابع فرانكفورت يعني. شوف حد طويل بس يعني مع مرموش كده في الهايلايتس بتاعت مرموش وانا بصراحة بتفرج كنت بشوف. فهو فاجئني في الدوري الانجليزي الصراحه. بدايه تحفه بصراحه. بدايه طبعا تحفه. ايزاك ده اعتقد من وجهة نظري توب 3 مهاجمين عالم دلوقتي. هو اخر مره لعب امتى ايزاك؟ عشان ده حاسس بقالي كتير قوي ما لعبش السيزون ده خالص. والله هو عاند مع الاداره لحد ما سابوه يمشي. لحد ما سابوه. انت حد عنده راي في الموضوع ده صح؟ موضوع العند مع الاداره ده يعني بص هي دي ممكن نرجع ليها الجزء الثاني بقى من حلقه ليه نبقى نتكلم عليه ساعتها بقى. تمام. بس نخلص دلوقتي في الموضوع عشان جو مش عاجبه. تمام. لا انا رايي في الموضوع ده ان انت اللي انا اعرفه يعني او اللي اتقال في الاعلام ان هو واخد وعد من اداره نيوكاسل اللي هو يمشي السنه دي. والوعد اتكسر. والوعد كان هيتكسر. فهم ربطوه بقى عشان كده بقى هو عاند يعني. اصل نيوكاسل حاولت تجيب ناس كتيره جدا كلهم فشلوا.
فلا في الاخر جابوا حد، جابوا ويسا بتاع برينتفورد، وجابوا واحد تاني من لايبزيج لا من ستوتجارت. شتوتجارت كان اسمه ايه؟ بس انا حاسس ان ويسا مش نفس طريقه لعب ايزاك خالص، يعني مش هتبين عليه نفس طريقه لعب نيوكاسل. اكيد كده كده طبعا كده ايزاك لسه كان بيقول لك توب 3 مهاجمين في العالم. ايزاك يستاهل يعني ال 130 مليون استرليني، يستاهل على الارقام بتاعت دلوقتي يستاهل، لكن في الطبيعي يعني ويسا ب 55 ماشي. لا ماشي، هنعمل ايه طيب؟ مش عارف. انا عندي يبصوا لنا والله، عندنا حاجات حلوه. طيب تشيلسي، طب مصر قصدي ايه؟ تشيلسي ماله؟ تشيلسي بالصفقات بتاعتهم برضو اللي عاملين يعملوها بارقام مهوله دي. بص والله تشيلسي العكس، انا شايف تشيلسي عنده قوام، بس هو بوتنشنال شويه، هو باصص دايما لقدام. يعني تشيلسي مش باصص بس على قد السيزون ده برضه انا مقتنع انه هيعمل حاجه، بس كل اللعيبه هتلاقي ممكن يجيب لعيبه عنده 2 3 في نفس البوزيشن، صح بالظبط. زي مين يعني؟ خلينا ندي اي مثال. جرناتشو والواد هتلاقيهم كلها لعيبه صغيره، نيتو وجيتنز بتاع دورتموند لسه جاي. بالظبط، لعيبه صغيره ممكن ما يشاركوش على طول، في لعيبه هتاخد مكانهم، بس لو بصيت للموضوع بعد 2 3 هتلاقي الفرقه دي بص هتطحن. ماشي، بس الفكره في تشيلسي الناس مش فاهمه. طب انت كميه اللعيبه دي هتلعبها ازاي؟ ايوه انت بتلعب بسكواد مش عارف اكتر من 40 واحد حرفيا. يعني السكواد ده كله انت هتوفقه مع بعض ازاي او ما انا بقول لك في جزء انا مش عارف هم هيعملوا ايه في دي بصراحه، هي دي ممكن تعمل مشكله شويه، بس في جزء كبير هم باصين لقدام. الحته دي على فكره مهمه قوي، ممكن تستخدمها از ان انت بيزنس، تنفست في لعيب صغير، بس ده لو لعبته صح. مش عارف بس هي في افوره. استيفاو دلوقتي بيلعب اللعيبه دي، الفكره بس استيفاو جامد جدا. هل مثلا انت لو عندك لعيب من دول بقى نجم، وده ممكن يحصل جدا لان كلها لعيبه بوتنشال جدا. حلو. هل هتقدر تقعده دكه؟ هيرضى لكميه الناس اللي معاك؟ يعني والله بص، هو احلى حاجه ان دول كلهم يا حليم مش واصلين لليفل انه ما يرضاش يقعد دكه دلوقتي، يعني مش للدرجه. يعني مثلا حتى بالمر ساعات بيقعد بره. ايوه ماشي. يعني الناس دي عملت ايه بالنسبه لبالمر؟ خد بالك بص، هو جرانوتشو اصلا ماشي من معانا عشان هو بيقعد دكه. انتوا ايه يعني؟ انت سيبك من الموضوع ده خالص، بتكلم ان كفريق كبير بالمر نفسه بيقعد بره. والله خلاص بالمر بيقعد بره. خلي بقى الحلقه جميله يخرب بيتك، احنا بنتهزق في الكومنتات. فانا شايف ان يعني كتشيلسي هو احلى حاجه المدرب، انا مقتنع انه جامد جدا، وهيبقى عليه الدور يا احمد اللي انت بتقوله ده جدا بقى، حته الهارموني بين الناس، ما حدش يتضايق لو طلع بره، كده كل واحد هيبقى ليه تايم انه يشارك فيه. يعني انت كمصطفى شايف انك كمدرب تثبت على تشكيله احسن، ولا يبقى في دايما تغير مثلا والله بص الحته دي بره مش زي عندنا شويه. يعني هم بره مش بيحتاجوا الهارموني قوي اللي هو لازم تثبت بقى 20 ماتش ولا 15 ماتش عشان اللعيبه تجيب مع بعض طب يعني انت عندك مثلا السيتي دلوقتي يعني، ولا انا عشان السيتي دلوقتي ليه كنت رأي ولا هنسال وامرنا. السيتي دلوقتي ماشي، مش لما ابتدت الدنيا بكل ماتش بتشكيله وكل حاجه مش وقعت من السيزون اللي فات الكلام ده؟ مش لما كان في مثلا ناس ثابته في على فكره هو كان بيغير بناء على المستوى الوحش، يعني كان مستوى لعيبه سيء فلازم يطلعه يحاول ينزل حد تاني كبديل. ماشي، بس هو يعني ده ما جابش نتيجه برضه. يعني هو بقاله فتره كبيره جدا ما جابش نتيجه في حاله السيتي. ماشي بالاستراتيجي دي، عشان هو طريقه لعب. انا مقتنع ان السيتي بس كده، احنا هننقل على السيتي، بس انا مقتنع طريقه لعب السيتي عموما بدات خلاص يعني ناس قرياها جدا وعارف مفاتيح اللعب، هقفل الناحيه دي مش هتعرف تعمل بيلد اب كويس خلاص. طب ده عشان طريقه ولا عشان تشبع؟ انا مش حاسس ان في تشبع قوي بصراحه. يعني السيتي يعني اصل اللعيبه يعني السيتي من بعد دوري الابطال اللي هو 2023 لما كسبوه على فكره وارد في لعيبه تكون حاسه كأن بقى ده كان البطوله اللي ناقصه بقى. يعني اللي هو احنا خلاص عملنا اللي احنا عايزينه. بيني وبينهم كانوا طحنين الدوري الانجليزي ماشي، بس برضه مش لدرجه اللي هو ينزلوا بالمستوى قوي كده. في جزء صح ممكن يكون تشبع، وفي جزء انا حاسه برضو ممكن بيب جوارديولا مش قادر يغير قوي من ستايل لعبه، ممكن زهق ومحتاج ياخد اجازه. بمناسبه الحلقه اللي فاتت اتكلمنا في الاجازات، محتاج ياخد اجازه. طيب تعالوا نتكلم بقى بشكل اعمق شويه كده عن مانشستر سيتي. ما اديناهوش حق، احنا كلناه كده في دقيقه. ماشي كنتائج حتى ايه النظام؟ هم خسروا من توتنهام وخسروا من برايتون. يعني بجد مش فاهم في ايه. ما كسبوش الا وولفز تقريبا اسوأ واحد اعتقد يعني اسوأ دفاع واسوأ كل حاجه اصلا فريق كل نجومه فديت. طب ايه الحل؟ الحمد لله لحقنا السيتي ولا فولفز؟ لا وولفز ايه ملهوش حل. السيتي
والله انا شايف بالنسبه للسيتي ان انا مش ما بقتش افهم طريقه لعب السيتي. يعني حتى طريقه لعب زمان اللي هي البوزيشن وكده بقى سلبي جدا. دي حقيقه. ما بقاش حتى انت السيتي كنت انا بقى عشان بشجع ريال مدريد، فانا كان كابوس بالنسبه لي يوم ماتش الريال والسيتي ده. كميه الهجمات اللي هتتعمل طبعا يا رب تعدي على خير، يا رب كورتوا يبقى فايق. رعب من ارعب ماتشات بجد ماتشات السيتي دي. فانا كنت ببقى قاعد يا ساتر يا رب لا حول. والله كلام صح جدا. الموسم اللي فات ما حصلش كام ده. دلوقتي سلبي جدا. انت ما تروحش السيتي بيروح بكام هجمه اصلا على تحس ان هو احتراما لجوارديولا الفرقه الثانيه بتخليهم يمسكوا الكوره برضه بس ما يكسبوش. بص انا شايف بصراحه ان هو يعني جوارديولا كل صيف تقريبا بيعمل فرقه جديده فاهمني. ف ليه يا عم مش الدرجه دي؟ بيقعد يشتري كتير يعني الموسم اللي فات هو اشترى مين اللي خلص الصيف بتاع الموسم اللي فات؟ الموسم اللي فات هو رجع جندوجان مبدئيا كده، ما اعرفش رجعه ليه اصلا. هو رجعه وباعه دلوقتي. واعتقد جاب سافينيو وبوب والناس دي. اعتقد جم الصيف اللي فات يعني ما كانوش بيلعبوا. بوب ناشئ اصلا. بوب او دخلوا. انا حاسس ان هي مش التغيير اللي انت بتتكلم فيه ده، العكس، ده هو اضطر يعمل ده بسبب النتائج اللي هم وصلوا لها، وجهه نظري يعني. طب انت شايف ان كلوب كان ذكي في حته اللي هو انسحب من ايه؟ انسحب بدري قبل ما يقع لما لقى الريتم او انا اعتقد ان هو مش بالذكاء يعني ده، لانه اوريدي كان واقع. كان المفروض يعمل كده. هو وقع بس هو ما كملش في الوقعه بسرعه، قصدك مشي على طول. بيب صح يعني شايف بيب لان ايا كان اللي هيحصل، سواء اللعيبه حصل لها تشبع او لا، انا حاسس ان في الاخر كله هيلوم على جوارديولا. المفروض هيمشي جوارديولا ولا غلطان. كان المفروض الموسم اللي فات ده اصلا اخر موسم ليه، هو جدد عقده تاني لمده سنتين تقريبا. صدقني الاجازه والله اجازه. أيوة. هي الاجازه هي الاجازه 6 سنين كده اجازه ويرجع. يونايتد بقى مانشستر يونايتد ده ابدا كلام في مانشستر يونايتد. يعني انا مش عارف اقول ايه والله. لا يعني امر الله. انا بجد انا مكسوف ان انا اتكلم عليه. طب انت كاداء بجد شايف مانشستر يونايتد بالسوق بتاع المواسم اللي فاتت؟ لا بس برضو حاسس اللي هو كل واحد حريف بس مش حريف مع الباقي فاهم يعني. مش يعني مفيش كيمياء في حاجه غلط يعني. في حاجه بعيدا عن الملعب نفسه. طب ليه يعني ماتش ارسنال انا شفت بصراحه لا كان في هارموني جامده جدا في الفريق. كان في شخصيه، ودي حاجه كانت جديده عليا جدا، بقالي سنين ما شفتهاش. وبعدها في حظ بقى ونصيب وكده. اتعادلنا مع فولهام، خسرنا من جريمسبي دوري الدرجه الرابعه. يعني انت تخسر من نادي زي ده مش هينفع اعيد اسمه على الحته دي. النادي ويمبي ده ولا مش عارف شويه كده ونهزر مع شويه. مش شايف. طب انت شايف النادي ده بتاع السندوتشات ده خسرته منه ليه؟ لا والله بجد يعني ايه 2-2 خبط جاب جونين والماتش اول العوامل واليونايتد هو اللي عمل الريمونتادا وتعادل في اخر دقيقه. طب والله برافو. كانت 2-0. دي شخصيه اللي انا بتكلم عليها عامه. انا هاجي في الموضوع ده. بص انا هقول لك حاجه يعني. على فكره ليفانتي انا هقول لك حاجه. ليفانتي وماتشه مع برشلونه اللي خلص 3-2 بتاع الريمونتادا. على فكره ما ليفانتي برضو كان لسه صاعد. من الدوري الدرجه الثانيه فاهم. انتوا عملتوا عليه ريمونتادا. طب يا جماعه طب ليه بقى ليه الاجنده ده صاعد درجه رابعه، ده صاعد وبقى بيلعب دوري ممتاز وماتش في الدوري دوري اسباني لسه صاعد برضه. ولما عملنا عليه ريمونتادا قعدتوا تصوتوا وبتاع. قعدنا نصوت فرحه يعني. لا اللي هو تصوتوا اللي هو انتوا عاملين ريمونتادا على بندلي ومش عارف ايه يعني. يا جماعه طب ما قشطه يعني عادي بتحصل. اشمعنى احنا اللي علينا انا محترم قناعاته مش آراءه. في احترام لقناعاته. انا شايف في فرق كبير طبعا بين طبعا يعني تشبيهين. يعني ان برشلونه اصلا ان في فرق بين ليفانتي واليونايتد. برشلونه كده اصلا احنا بنبقى قاعدين، انا كمدريدي ببقى قاعد شايف برشلونه خسران، عارف ان ممكن يحصل اي حاجه. هيتعادلوا امتى حتى قدام الريال ويبقى فيه اداء وسوء حظ. انتوا مين احنا كيونايتد؟ انت مش فاكر ماتش ليون كان فرق 2 الموسم اللي فات فرق 2 وجبنا 3 اجوان في ربع ساعه. بس تقريبا حصل فيكم حاجه زي كده. لا برضه حصل عليكم ريمونتادا او حاجه ولا لا؟ لا ما حصلش علينا ريمونتادا. هو هيحصل علينا ريمونتادا امتى؟ هو بص الماتش كان فيه 2 ريمونتادا. لا بس والله صح عندهم شخصيه اوقات. ماشي نرجع لبرشلونه بس حته بس مانشستر يونايتد بصراحه انا شايف ان انت جاي عليهم قوي يعني كشخصيه في الملعب وكاسلوب اداء. الموسم ده احسن بكتير بصراحه. حتى المدرب نفسه طلع قال اصلا بس انا تعبت، انا زهقان وعايز امشي. انا تعبت والله. مش هفضل كل شويه يفضل يبقى اقول ان احنا خلاص الموسم ده هنعمل كده، الموسم ده هنعمل كذا. ما انت مستني اعلي طموحاتي. طيب معلش انا المفروض يا جماعه نقول في اخر البارت ده كل واحد الاكسبكتيشن بتاعته ايه. بس انا حاسس بقى عشان افهمك انت متوقع مانشستر يونايتد يطلع كام مثلا؟
انا بصراحه بناء عليها هيبقى الحساب، انت فاهم حاجه؟ مش حسابي ليك يعني، حسابنا والله مانشستر يونايتد، حسابنا يعني مانشستر يونايتد. شايف ان انا لو خلصت مركز سادس او سابع انا الحمد لله حلو. اروح اليوروبا ليج اكسبها، اتمنى اكسبها يعني مش تروح اليوروبا ليج. نروح اليوروبا طيب ليج. سؤال بقى، لو هتطلع سادس او سابع في الثلاث ماتشات دول، ايه النتيجه الغريبه على المركز ده؟ فاهم حاجه؟ فاهم اللي انا اقصده؟ لا بصراحه يعني انت سادس او سابع طبيعي جدا تلعب ارسنال كنادي هيبقى من التوب 3 اعتقد، صح؟ احنا متفقين. عملنا ماتش طبيعي انك تتخبط، طبيعي انك تخسر، صح ولا لا؟ فولم قشطه يعني ممكن تلاقيها تحتك لو انت سابع او سادس، دي ممكن تلاقيها تحتك بمركز او اتنين. فولهام فرقه رخمه اصلا. بيرلي تكسبه عادي. بص هو احنا الحمد لله يعني ان احنا السيتي تحتنا، فاهم؟ الفريق الوحيد تقريبا اللي تحتنا. استمتع بقى بالثلاث جولات دول عشان انت بعد كده مفيش اي حاجه تحتك. وولفز طيب تعالوا نتكلم بقى عن، احنا كده اتكلمنا عن ارسنال واتكلمنا عن ليفربول، بس ما اتكلمناش على ولا ليفربول قوي في النتائج الماتشات. يعني ارسنال يعني استاذنكم ابدا انا الكلام. لا طبعا. ارسنال ادائها مش مقنع خالص، بس نتائجها كويسه بعيدا عن ليفر يعني. ارسنال كسبانه ليدز وكسبانه يونايتد بالعافيه بجون بعدم اقناع. ماشي. انتوا اهم حاجه ان انت يعني اعترفت بحاجه زي كده، بس انتوا واخدين 6 بوينتات. هجيب لك مركز الشباب. قول خد 6 بوينتات من ايه؟ من 3 ماتشات يعني، من اصل ماشي. 9. انا بس اللي بتكلم فيه ان ارسنال السنه اللي فاتت ملوش طريقه لعب مفهومه اصلا. صح. انا ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل. ما تعرفش ضغط عالي يعني ولا زون ديفنس ولا ارتيتا يعني بنى ورق حلو قوي. احنا بقينا منظومه دفاعيه فعلا جامده رخمه جدا. بس انا الكره تيجي نص الملعب انت ما بتبقاش فاهم بقى اللعيبه بتعمل ايه. صح. عمال يدعم في ورا. طب ده كواليتي لعيبه ولا طريقه لعب؟ والله العظيم انا ما بقتش فاهم. يعني جيوكريس اول ما جه احنا قلنا بس خلاص ده اللي ناقصنا، احنا ناقصنا مهاجم. طلع جراديشار. عارف انه يجيب جونين ويقعد. وفليدز جونين فليدز وانت كسبان 5 وجون ضربه جزاء. الباقي فرجه. بس الماتش الاخير ده كان زفت بصراحه قدام ليفربول. ما جاش برضه معفن جدا. ما جاش. في طلع عليه ميم عامه ان هو مش عارف، بيقول لك عدل شعره مش عارف 5000 مره في كام دقيقه. دي حقيقه. عندك برضه مارتينيلي. احنا بنعملها هنا. عندك مارتينيلي ده يعني حسبي الله ونعم الوكيل. لا لعيب وحش جدا. انا مش عارف ده يلعب في كوينز بارك رينجرز. ده كده مناسب يعني. طب ما تدعم قدام. انت عندك كام مدافع ورا؟ عندك بس قدام انت لسه جايب مدافع مين يا حليم؟ ايزي جيوكريس لما يرجع ان شاء الله بالسلامه ساكا نص ملعب تحفه. تخلي بالك يعني. انت حتى نيلسون طلعته اعاره مش عارف وحتى طريقتك الهجوميه ما بقتش مفهومه. انت بتعتمد على الكرات الثابته بس. عيب لما يبقى انت فريق عنده كل وعنده الاسماء دي برضه. وعنده اسماء تلعب كره حلوه طبعا من احسن 3 سكوادز مثلا في الدوري الانجليزي كده وتلعب بالطريقه دي. بس حليم معلش، هو انتوا ما كنتوا بتلعبوا كره حلوه؟ ما احنا ما خدناش بطولات بدي برضه. ما انت اصلا دلوقتي ما بقتش تروح يعني. انت فاهم؟ انت ما بقتش تروح. انا اعرف ان اللي ماشي انت يبقى عندك، انت بتروح قدام كتير بس ورا مفتوح شويه. زي كلوب مثلا اول ما جه كان بيروح كتير جدا ساعه موسم صلاح وماني وفيرمينيو، بس بيخش فيه جوان كتير. صح. قام جاب فان دايك واليسون ومش عارف جاب عدل الجزء اللي فيه ويكنس بوينت عند ليفربول، فبقى فيه بالانس شويه. انت دلوقتي ما بقاش فيه البالانس دي في ارسنال. انا ما بقتش فاهم اصلا. بقى فيه عقم في لا والله الحلول فعلا قليله قوي. انا مش فاهم احنا بنلعب بأنهي طريقه يعني. انا ارجعها لارتيتا. انت شايف ان ده ممكن يكون اخر موسم لا ارتيتا بص لو ما خدش بطوله 100% اخر موسم. انا بعيدا عن ان هو ياخد بطوله او لا قوي. غير حتى لو كده طلع مركز ثاني صرف. لا هو حتى لو طلع مركز ثاني. حتى لو طلع مركز ثاني خلاص يعني. انت مش مقتنع بيه خلاص يعني. لان انت دلوقتي المفروض في عز وقوع السيتي، في عز ما تشيلسي لسه بتبني، بتقول يا هادي الليفر اللي معاك. فانت المفروض، والليفر على فكره مستواه مش مقنع قوي يعني لسه. فانت المفروض تنافس على الاقل منافسه لحد اخر جوله لو هتخسر يعني حتى. فانت لا مش مقنع بالنسبه لي جدا ان انت تبقى. انا شايف ان ارتيتا ده اخره كده تمام. هو بنى فريق يعني هو يعرف يبني فريق بالظبط كويس، يعرف ينافس ان هو يبقى رقم 2 أو 3. لكن فرق بطولات حتى انه يستمر، انا حاسس ان هو مش هيعرف يعمل ده خالص. يعني دايما هتلاقي ارسنال، يعني انا متاكد ان ده هيحصل ابس اند داونز هيطلع وينزل. ماتشات تقول بس ده احنا بقى عندنا سترينث بوينت جامده جدا، الماتشات اللي بعدها ايه ده طلع فيه ويكنس بوينت. انت فاهم حاجه؟ أيوة. هتبقى رايحه جايه. فانا حاسس ان هو كده حلو قوي يعني، كده في التمام منه يعني. نص الموسم كده توكل على الله. لو لقيناه رابع ولا حاجه فاهم. انا بحبه جدا بس هو فعلا ما خدش بطوله اخر السيزون ده. هيتكل على الله. انا شايف كده. طيب ليفربول كلمناش على مو صلاح.
مو صلاح اداء نوعا ما للناس اللي بتحط في الفانتسي محمد صلاح، اعتقد ان هو مغزي. هو انا كده للأسف. عامة انا عايز اقول ان انا حرفياً ما يعني. كابتنتوش الحمد وانا لله. حاطه، كلنا حاطينه، بس هو للأسف. مغزي. انت عارف انا كابتنت مين الجوله دي؟ كابتن انا حرفيا كابتنت جريليش يعني. طب والله يا برافو، جاب حلو اسيستين بصراحه. حلو حلو. يعني انا قلت بصراحه خد الريسك فاهم. لا جامد. طب صلاح يعني اتكلموا ايه المشكله في محمد صلاح؟ ليه البرفورمانس بتاعه بس طالع هو كده؟ صلاح كل اول سيزون، يعني السيزون اللي فات والله. برضه كان جايب جونين والناس قاعده تقول خلاص صلاح مش عارف ايه، جه بعد بيرجع كده يفوق منطلق بعدين. يعني. بس هو اعتقد طريقه أنا لعب شايف ده الليفر خلاص آخر والنجوم سيزون ليه. كتير اللي فيها هتحجم ظهور صلاح ظهور شويه. صلاح شويه. ما خلاص هو كده لأن كده صلاح انا شايف كان بصراحه هيبقى اخر موسم ليه في الدوري بس الانجليزي. هو مجدد. اللي هيبقى اخر موسم ليه. عارف ما هيتباع يعني عادي يا رب. هو حرام يعني ما ممكن يتباع عادي جدا. ما اظن يعني، على حسب لسه. بص هو ما دي بيحبش علم محمد غيب. صلاح. ده طبيعي. بعيدا ده جزء من الامراض اللي احنا ده بنتعرض لها ده السيزون ما ده. طبيعي. بحبوش ما بحبوش كلاعب مش كشخص يعني. ما بحبوش آه، كلاعب عشان سيبك من بيلعب في شخصه. الليفر برضو مش عشان ليفربول يعني. مش لحاجه برضو. يعني قبل ما تخلي الناس تهجم عليا. لا ما تهجمش عليك، مش طب محتاج. وتوتنهام طيب توتنهام انت شفت الصفقات بتاعتها؟ صفقاتها كويسه توتنهام. قدوس وشافي سيمونز توتنهام كويسه، بس برضو لسه عندها فقد للشخصيه. على فكره انا يعني انت تلعب على ارضك قدام بورنموث، يبقى عندك 3-4 شوط بس اون تارجت، وكلهم جايين بعد في اخر ربع ساعه من الماتش. الشوتس اللي جات لك دي واخد لك بتاع 15 شوطه في وشك، عيب بصراحه. يعني ده ما فيش نادي عنده الكاركتر ده. ممكن اقول لك نادي مثلا بطوله او شخصيه، بس مثلا خسر في اخر دقيقه، عرضيه جت جون، صح؟ لكن انت ماتش كامل بتتهزق، لا. طب انا هقول لك شايف حاجه، ان ده بصراحه الماتش ده كان قبل ما شافي سيمونز وكل موني يجوا، فانت ما تقنعش ان اللعيب هيجي يغير كاركتر بس فريق بس يعني. خلينا متفقين ان منظومه توتنهام اتغيرت برضه شويه من الصفر. احسن يعني توتنهام كانت احسن ستيب احسن. السنه اللي فاتت كانت 15 ولا 16 16 صح. فلا دلوقتي بقت فرقه لعبت هم قدام احسن. باريس وقفت على رجلها. انا بس رايي مش هيبقوا توب فور خالص مثلا، مستحيل. هيبقوا توب مش هيبقوا 6 توب كده فور. اعتقد. ممكن ممكن يبقوا بعدين او هم مقنعين جدا دلوقتي عن فرق كتيره يعني. عن فرق كتيره لابس احمر. تمام زي بورنموث. تمام. ده بالنسبه للدوري الانجليزي. عايزين بقى احنا دلوقتي هنتوقع كلنا التوب 5 ولا توب 6 عشان نحطك جوه، يمكن تدخل بالزق مش هيدخل برضه والله. نزق يلا كوني نخبطه من ورا. احنا هنخلص توب 6 مستحيل. ممكن هتخلص توب 6. انا راهن يا اما قدام الناس كلها ان مش توب 6 مستحيل. يا اما توب 6 او سابع يعني. لا احنا قلنا توب 6. في لعبه والله اسمها توب 11 جامده. لسه نيوكاسل هتفوق، في حاجات، في ناس كتيره لسه هتفوق. لا شايف يعني ان مانشستر يونايتد احباب الله يعني. انت عارف في ناس كتير والله بجد انا منهم، انا ماليش انتماءات قوي في الدوري الانجليزي انتوا عارفين يعني. تحسني هنبسط لو فريق كبير رجع، صدقني مش كله بيتمنى لك الاذى يعني، انت فاهم؟ ايوه انا فاهم. بس انت مؤذي يعني. انت فريق اللي هيعتمد انه يشجعك اذى نفسي وبصري وكل حاجه بصراحه. مفيش الا الجمهور، مفيش الا الجمهور. بالظبط. هتلاقي فيرجسون عمل كده برضه حواله. فانا شايف يا جدعان بصراحه يعني اي مركز هياخده مانشستر يونايتد والله يعتبر اهداء كده للجمهور بتاع مانشستر يونايتد. بص هو انا جمهور الاولد ترافورد. انا شايف ان احنا ما عندناش هينزل لاعب بقى وينبي ما احنا مش هنلعب دوري ابطال اوروبا ولا اي حاجه، ما لناش لعب في اوروبا. فانا شايف ان احنا هو خلاص ما لناش غير الدوري، مالكوش لعب في اوروبا بالظبط. ايوه فهو الدوري. فانا شايف احنا بصراحه لو ما طلعناش توب 6 هتبقى عيبه يعني بجد. انت طلعت كمان من الليج كاب، فاضل كارابو ولا كارابو هو ده اللي هو كارابو ده لا فاضل لنا كده اف اي كاب صح. هو دوري البريمير ليج. نعمل اي حاجه بقى. نرفع اي حاجه. اروح العب. طيب هنرجع بقى للتوقعات. عايزين نقول كده توقعاتنا للتوب 6 ايه. نبدا بحليم. نبدا من تحت لفوق زي ما قلنا. نيوكاسل. اوكي. توتنهام. ماشي. سيتي. ساعدوش يا بيه. تشيلسي. يلا يا احمد درجه حراره ولا ايه؟ صح بفتكر احنا كده 4 فاضل 2. ارسنال والليفر. ليفر ارسنال. الارسنال هياخد الدوري ان شاء الله. ده انت وسري في نفس اللعيبه. بتكلم عليا انا يعني. ماشي. بالنسبه لي انا شايف يونايتد السادس، الخامس توتنهام، الرابع هيبقى السيتي، الثالث ارسنال، الثاني تشيلسي، والاول ليفر. طب والله كلام عظيم. انت كده اختلفت في ايه؟ عشان انا تاني تشيلسي اول 3. انت ليفربول حطيته فين؟ الاول وارسنال ثالث. اوكي. انا عن نفسي بقى بصراحه بقى شايف السادس توتنهام تمام، والخامس وجهه نظري هيبقى بين 2 على حسب الاداء يعني، يا اما مانشستر يونايتد اتمنى
تمام، وده حاجه مانشستر هتبقى يونايتد يعني في تقيله الخامس؟ جدا على القلب. اتمنى. يعني حاسس ان توتنهام مانشستر يونايتد والله مش قادر احدد مين فيهم هيخبط التاني بالقلم، فمشوها تمشوها لي خامس وسادس على الله يعني. ماشي. نص مندي كده فاهم. الرابع انا رايي هيبقى السيتي برضو. السيتي مش عارف هيبقى، خليني هبقى اعمل مختلف. تشيلسي هيبقى الرابع، الثالث السيتي ربنا يستر. ليفربول ارسنال زي حليم برضو. فعلا ارسنال هياخد الدوري انا مش عارف انتوا ازاي عشان بس انا مش طايق البرفورمانس بتاع ليفربول. انا شايفه ان هو اسوأ. وطيب البرفورمانس بتاع ارسنال. بص اداء ليفربول انا مقتنع ان في ماتشات كتير جدا ما تستحقهاش بجنيه، ولا اخر ماتش قدام ارسنال ولا نيوكاسل برضو. ايوه ويعني وامكانياتك كبيره جدا، بس انا مقتنع ان ارني سلوت حجمه قد كده الحقيقه. ايوه هيطلع على فكره انا يعني ما بحبوش باي تايم كده هيبان يعني. على فكره طب ما الماتش بتاعنا احنا برضو كنا نستحقه، بس ما اتكلمتش في حاجه زي دي فخلاص يعني. تمام. طيب يعني احنا كده يعني كده احنا الدوري هنرجع الإنجليزي للتوقعات دي في اخر ان شاء الله السيزون كده نتحاسب. نخش بقى محلي ولا دوري اسباني؟ الدوري الاسباني. نبدا بالدوري الاسباني. احنا ممكن نتكلم على الريال وبرشلونه بس. طبعا عشان ايه يعني الباقي هنتكلم عن اتلتيكو كده اتلتيكو مضحك نسيب فقره أكيد كوميديه مش هنتكلم عن فيها ريال يعني. طيب تعال نبدا بريال مدريد. نمسك اكبر مدريدي في مصر يتكلم. ماشي يعني الريال انا الى حد ما مبسوط بريال مدريد. المنظومه اللي تشابي الونزو بيحاول يبنيها. هي لسه يعني لسه احنا 50 60% من 9 نقط صح؟ 9 نقط. حلو. اداء يعني كل المكاسب مستحقه. مفيش ماتش مثلا كان دي حقيقة. هو كمان بره ارضك كسبت 3 فاللي هو انت تمام. ما كسبناش مثلا ماتش فيه جدل تحكيمي او حاجه زي الناحيه الثانيه. ايوه عدي ماشي. فانا شايف مين اللعيب الشايننج اللي انت شايفه كده احسن لاعب من بدايه الموسم؟ والله هي بقى ده اللي عجبني جولر. هو كده جولر تشابي الونزو بني عليه حاجات كتير، بس اللي عجبني ان ما بقاش فيه لعيب مش يعني معتمده مش ديفنس على واحد. فينيسيوس صاحي صح. فاحنا بقى اخر ماتش مثلا مبابي كان في الافريج قوي يعني يعوض فيني دخل فانا اللي عجبني المنظومه اكتر حاجه عجباني المنظومه الدفاعيه كان ريال. احنا كان يعني المواسم اللي فاتت كان بيروح علينا كميه فرص وكورتوا بقى ايه كورتوا ربنا معاه اصلا على كلنا في ظهره على قفا يعني السيزونات اللي فاتت دي حقيقة. فانا مبسوط بالمنظومه الدفاعيه. الفرص اللي بنستقبلها دلوقتي بقت اقل شويه صح. بقى عندنا كذا طريقه لعب، بنلعب على التحولات شويه قشطه. بنمسك كوره تمام. فاحنا لسه بس هو لسه في ناقصنا الكيمستري شويه يعني. لسه ارنولد ما دخلش في الموضوع قوي، وانا مقتنع ان هيحصل مشاكل في اوضه اللبس كده انا شايف ارنولد مش كده يعني رودريجو مش هينفع. انا شايف ان ارسنال مش هينفع يقعد بره الموسم كله. رودريجو دي انا مش عارف، بس هو بموضوع ان هو قال انه عايز يلعب وينج ليفت بس دي كده يحصل صدام بينهم. هو دي بقى المشكله. ارنولد هيفشل مع ريال مدريد يا ولد ليه؟ بس انا مش اصل انت بص هو لحد دلوقتي بيلعب اساس. كارفاخال رجع بس برضه مش بيلعب اساسي. بس خد بالك بص هو انا شايف هو يعني كويس كلام كستايل لعب يعني كستايل لعب ان هو بص هو هجومي جدا ما بيدافعش فاهم. هو حتى في الليفر لو لاحظت عامه احنا كمانشستر يونايتد واحنا ما عندناش شخصيه للاسف كنا بنعدي من ناحيته بنجيب اجوان فاهم. ناحيه مين؟ بس هي دي الفكره. هي دي الفكره ان انت لو معاك مدرب محترم عامل منظومه كويسه مش هيخليك تنسى اصلا الكلام ده. يا باشا بس هي بناء على ايه اصلا بتشتري الصفقات؟ على فكره هو نفس المشكله اللي هنرجع لها في المحلي ذا سيم بوينت بره على فكره. طب ما هو 100% اللي اشترى ارنولد عارف المشاكل دي وعارف المزايا صح ولا انا غلطان؟ اكيد. طيب المفروض ده تعوضه. انا معاك بقى عارف في ايه؟ لسه ارنولد ما خدش الادوار اللي نقدر نشوف منه شغل جامد قوي قدام. بالظبط ما بقول لك لسه فهيطلع منظره بالصوره اللي انت بتقولها دي ده مستحيل ينجح. ده ايه يا عم ده بالذات لو عملت كومبير خلي بالك هو هياخد وقت ممكن ما ينجحش عامه اول وعلى فكره هتعرف انت بالذات هتعرف قيمه صلاح في ارنولد قد ايه كان بيظهر الراجل ده. فكرة صلاح ممكن ياخد الكرة ويطلع لبره او يطلعه. الباسز اللي كان بيعملها ارنولد جزء كبير منها عارفها في حاجات بوش الرجل كده كانت أيوة. جزء منها جدا تحركات محمد صلاح عشان تبقى عارف. وانت قاعد لك بقى الناس اللي ربنا يعينه فيهم الجبهه دي بتاعت ريال مدريد هتلاقي تحركات مش هي خالص. مين اللي كان بيلعب وينج رايت مثلا في ريال مدريد اخر ماتشات؟ ماستانتونو. مش عارف طلع بالسما ليه يعني. مين تاني؟ هو لعب كام ماتش؟ اعتقد ماتشين. لعب ماتشين اساسي وماتش نازل. الواد لسه يعني ما ظهرش قوي. هو لعيب جامد بصراحه. هو حلو حليم كان اول واحد اتكلم عنه بصراحه معانا
بس هو لعيب جامد، بس هو لسه برضه لسه يعني عايزين نشوف امارات اكتر. ناس كتيره يعني فالفيردي ما دخلش لسه المنظومه بتاعت الريال يعني. يا عم ده قرب يخرج منها. لا لا انا اقصد في الثلاث ماتشات دول ما ظهرش قوي. ارنولد نفس الكلام. يعني لسه محتاجه شغل. حسين كويس قوي. حسين ده حسين بيلعب حلو. حسين بصراحه. ايوه بص احنا هنقول بالشعبي. خش يا معلم باللغات انتظر. واسحاق حسين واسحاق اسحاق يعقوب اسحاق بتروجيت. ماشي. طيب ده بالنسبه لريال مدريد. تعالوا بقى على البارسا. نتكلم بأدب يا رجاله. اتفضل. طب انت دلوقتي الماتش بتاع الخطأ التحكيمي ده، انت شايف الخطأ اللي حصل لما خطأين ماتشين؟ اخر ماتش ده ضربة جزاء اللي هو بتاع ليفانتي؟ لا بتاع رايو فاليكانو. ضربة جزاء مش ضربة جزاء. ده انا شايفها ضربة جزاء. الحكم طلع اعتذر اصلا. اعتذر ازاي اعتذر للعيب في رايو فاليكانو. بجد والله؟ والله العظيم. شايف ان دي يعني بصراحه يا جماعه شيء انا حاسس انها بيلن. مش ضربة جزاء خالص، ولا لمسوش اصلا. هو لمسه يعني رجل. بص على الرجل اللي كانت ثابته لامين يامال. هقول لك بس على حاجه. هو داخل صح، هو ما دخلش على رجل اللاعب. يقع صح. عرف يقع. لا لامين يامال عرف يقع صح. انا حسيت ان هي خبطه بصراحه يعني الرجل بتاعت لامين يامال اتشالت كلها. يعني بص هو بعيدا عن التحكيم او نجري الموضوع ده. انا شايف عموما ان حتى التحكيم في الدوري الاسباني مش احسن بنسبه كبيره. يعني صدقني يا ابسن ده هيجي وقت وهتلاقي ريال مدريد بيتظبط له الدنيا. اكيد دي حقيقه. خدت بالك بيتظبط له شيك انا بقى. طب ماشي. بتاعت مايوركا هو في ايه؟ ما قلنا سيبك من الحته التحكيميه. ماشي. انا بتكلم كاداء برشلونه طبعا زي ما هو لسه بادئ الموسم بدايه بالظبط قويه، رغم ان هو اخر ماتش ما كانش احسن حاجه الصراحه. بس واخد 7 بوينتات من اصل 9، فدي حاجه كويسه جدا. لسه بدري. الخوف بس من حاجه اللي انا ابتديت احسها شويه. قفشه الخوف اللي جاي. الخوف من ان الناس تبتدي تعرف طريقه لعب فليك. على فكره كانوا عارفينها السنه اللي فاتت، ما حدش عارف يعمل حاجه بس كانت ما كانتش عارفينها اللي هو بكده. بس انت السنه دي انت عندك خلاص المفروض خلاص كله حافظ مفاتيح اللعب. كله المفروض حافظ الكلام ده. انت لو لعبت الريال كده ممكن تزعل جامد. فرص لبرشلونه قلت 3 ماتشات اللي فاتوا قوي عن السنين اللي كنا بنشوف السنه اللي فاتت. لا صح. فده انا ما اعرفش عايد لايه. بس انا عندي ثقه كبيره جدا في فليك بصراحه. طبعا هو احسن حاجه عملها في برشلونه، ودي اكتر حاجه مضايقاني، اللي هو عمل لهم شخصيه جامده جدا. طبعا والله لو اديها كان ما حدش بيفقد امل. دي كانت فتره من فترات ما كانتش عند برشلونه خالص. فاحنا كنا يعني راح الفانيلا الحمراء فازرق. طيب فدي حاجه كبيره جدا هو عملها فليك الصراحه تحسب له. طيب توقعاتكم مين هياخد الدوري؟ ريال مدريد. برشلونه ان شاء الله. ماشي. طب دوري ابطال اوروبا. دوري الابطال انا رايي اتوقع الاثنين هيوصلوا بس دي خليها نص نهائي 4 فرق عشان بس تبقى الموضوع منطقي. القرعه بتبقى معتمده على القرعه برضه، بس لو هنقول ان هم انا رايي برشلونه 4 فرق فور شور هيبقى في نص النهائي. وباريس انا قلقان من باريس. باريس ممكن تشيلسي يا تشيلسي يا ارسنال، حد من الاثنين. والرابع هيبقى ريال مدريد. يعني يا تشيلسي ارسنال ليفر مش هتروح؟ لا ما اظنش الليفر هتروح بصراحه. ماشي. وانت هتصل؟ انا رايي برشلونه وممكن ارسنال، دول اكتر في الاثنين متوقع لهم ان هم يروحوا. الناحيه الثانيه بس مش عارف ليه انا مقلق من ريال وباريس، بس هحط ريال مدريد عشان الشخصيه مش اكتر. هو تصدق عيب ما نحطش باريس بالسكواد ده يعني. انا شايف باريس مش قوي. انا حاسس بص الرابع ده هيبقى مفاجاه. مش عارف والله حاجه بقى اللي بتطلع من الدوري الايطالي. عارف الفيروسات دي فيروسات للكوره، هي بتبوظ كره القدم. والله يطلع فريق كده اجلي فوتبول فاهم. انا حاسس ليفر الصراحه يعني ليفربول والريال يا رب يبقى مش فيروس. انا عايز اي حاجه تخلي الماتشات حلوه يعني. بس انا مش متفائل بارسنال خالص. ماشي. ليفر والريال وبرشلونه ممكن مثلا انتر مثلا. لا انتر خلاص. يا ساتر الفيروسات هتطلع. ممكن بايرن. بلاش فيروسات. بايرن ميونخ والله صح. بايرن هيبقى تقيل السنه دي. تمام. احنا كده خلصنا توقعاتنا. خلاص الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ودوري الابطال كمان بالمره. نتكلم بقى على المحل يا معلم. يلا بينا. اهلي زمالك بيراميدز زمالك. احنا هنا بص هنعمل محايدين قدر الامكان. يعني انت محايد كمعلومات. انا اتفرجت على ماتش الاهلي وبيراميدز معاكم. انتوا اجبرتوني اتفرج عليه بس بجد يا جماعه. انت نص كنت بتلعب مش عارف لعبه. ايوه زهقت بجد والله.
لا يعني كاداء طبعا بجد يعني ايه ده كان ماتش رائع. افضل مكان تتفرج على السرير في الدوري المصري عامة ما فيش ولا فرقه من الثلاثه لحد دلوقتي مقنعه صح، حاجه نيله خالص يعني هي بس نسب متفاوته مين احسن والله. البيست بيرفورمانس مصري مصري ده بورسعيد بجد. احسن نادي بيلعب كوره. مودرن والله كويس برضه. مودرن لذيذ. مودرن تعادل مع بيراميدز تقريبا صح؟ مودرن كسب بيراميدز وتعادل مع الاهلي، خسر من الزمالك. خسر من الزمالك 2-1 يعني كان ماتش برضه كسب بيراميدز 2-1. طيب لو هنقول في الثلاث فرق الكبار اهلي زمالك بيراميدز، رايك مين احسن فريق فيهم كاداء لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي انا شايف بصراحه بعد ماتش الاهلي وبيراميدز هو بيراميدز. الزمالك يعني الزمالك عشان بس واخد بوينتس اكتر، لكن هو كاداء انا اتفرجت انا قاعد يعني مش حاجة فاهم صعبة ايه اللي انا جدا. بتفرج عليه ده. ما يمنعش برضه وإيشو كان لعيب جامد. بص انا رايي بصراحه الزمالك، لو انت قيمت البريشر اللي على الزمالك والضغط اللي عليه من الموسم الثالث، على فكره بريشر عكسي يعني. هو لحد دلوقتي جايب يعني ريزلت حلوه جدا يعني. الزمالك اللي هو متشال جزء شويه من الضغوط، بس ما انا هتكلم في دي بقى ان هي جزء من الضغوط ده متشال شويه من اللعيبه. انت مش متوقع انت تبقى بطل الدوري خالص يعني سكواد الاهلي وبيراميدز، بس في نفس الوقت اللي هو جمهور الزمالك عامل ضغط على الزمالك في حته المؤازره دي مرعب يعني. اللي هو بجد اللعيبه لازم يبقى عندها دم في الدعم الرهيب اللي بياخدوا لعيبه الزمالك من الجمهور ده. وهم نادي بصراحه المفروض يعني اللي حصل الموسم اللي فات 4-5 يروحوا زينا يلبسوا ابيض ويشجعوا. فجمهور الزمالك رايي لحد دلوقتي بيدي باور معلم في السؤال ده يا جو. باور ده هيستمر لحد ايه ما اعرفش، بس انا شايف ان في باور كبير قوي من اللي حصل ده جمهور، مش لعيبه خالص خالص. على فكره نفس الكلام برضه ممكن يتخبط على الاهلي برضه ان ده موقعه يعني ولا لا ان برضه الاهلي واقع. لا قصدي موقع. الباور اللي لسه عنده يعني الجزء اللي لسه موجود برضه جاي من الجمهور. ان انا قصدك ممكن يبان في تصحيح المسار للاهلي مثلا صح؟ يعني هو انا شايف ان يعني لسه بدري جدا على الاحكام دي. انا شايف ان الزمالك اصلا عامل سكواد جديد، فهم دلوقتي لسه ما تاثروش اصلا ببيئه الزمالك اخر كام سنه، فكل واحد جاي عايز يثبت نفسه صح. لسه وخايف يطلع بره عشان عدد اللعيبه اللي جت، خايف يطلع بره جايب رقم. هم كلهم جايين بارقام مش عارف ازاي، مش كبيره مش كله. في لعيبه جايب ارقام متوسطه. الفينا يعني اعتقد هو اعلى 50 مليون ولا مش عارف حاجه 50. ايه ده؟ انت بالمصري يعني حولت من الصرافه دي. انا بتكلم عموما يعني اللي جايب فده برضو ده جزء مهم. تاني حاجه يعني انت برضو لو جيت شفت الزمالك لاعب مين اول 5 ماتشات، لاعب مودرن ماشي، ده فريق جامد شويه. مودرن جامد قوي. ده خلى البيراميدز والاهلي يتعثروا. مودرن جامد. مودرن فاركو مش قوي بصراحه، مش قوي. فاركو تعبان شويه. لاعب المحله ولا ما لعبش المحله؟ لا ما لعبش المحله، مش فاكر والله هو لاعب مين قوي يعني. ماشي انا بتكلم برضو انه سيراميكا كان ماتش صعب جدا، كسبوه 2-0 رغم ان سيراميكا كان احسن في الماتش. هو باور الجمهور، ما ده اللي انا بقول لك عليه. مقتنع ان جمهور الزمالك عامل باور مرعب، بس ما اعرفش ده هيستمر لحد امتى. بس انت ما تقدرش تحكم من كده عشان انت عندك الاهلي اصلا عنده مشاكل كبيره جدا شكلها يعني ظهرت مشاكل فنيه كمدرب كلعيبه اوت وككل. ما انا بتكلم في اللي فات فنيه وكلعيبه. اللعيبه دي انت شايف مشاكلها فنيه ولا اداريه؟ اللعيبه دي انا شايف صلى على النبي مش عارف يعني. شايف مشاكل فنيه هتاثر بقى على دماغها بقى، تاثر على مستواها ما اعرفش. بس عشان محروق دمي من اخر ماتش البيراميدز ده، فانا كنت قاعد انا بتفرج هو لا في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. عمري ما شفت الاهلي خسران. طب اللي انت شفته ده طب والله ده حاجه حلوه قوي، ده حاجه غريبه جدا. اسالك سؤال كواحد بتفهم كوره بعيدا حتى عن المحلي، والله المنظر اللي احنا شفناه من الاهلي ده، مع ان سكواد الاهلي ممكن يكون اعلى كمان طبعا، ده فني ولا اداري؟ ده عيب فني ولا اداري؟ بس ركزوا في السؤال والله عشان السؤال بجد يعني، وعايزين كومنتس الناس. انا شايف رايكم ايه برضه يعني. انا شايف بص هو الملعب بصراحه كان فيه حاجات مش مفهومه يعني. انت بتبقى طالع بالهجمه مره واحده بتبصي ورا، طب ليه يعني؟ ده فني ولا اداري؟ لا هو ده فني يعني. ده مود لاعب اوت اوف مود وما عندوش ريسبونسابيلتي، ولا بص يا مصطفى اللي انا عايز اقوله لك، اللي انا عايز اقوله لك ممكن فنيات في الملعب، وممكن برضو خطا اداري من الكوتش نفسه، فاهمني؟ اللي هو يديله اداري من الكوتش. اللي انا عايز اقوله اللي انت دايما لما الاهلي كان بيبقى خسران يديله كورس لما كان بيبقى خسران، انت لو قاعد بره مين اللعيبه بيبقى عندها دم كده شويه. صح. بس بصراحه انا شفته بقى افكرك ماتش برضه الفرقه السماوي دي في مشكله مع الاهلي معاه. الاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت ما حسيتش برضه بعدم الاحساس بالمسؤوليه ده، مع ان الدوري كان بيروح.
ماشي بس انت برضو احكي لك بقى يا جو هو الدوري كان بيروح علينا الموسم اللي فات. بس انا عارف بس كسبتوه في الاخر. بس يعني بس تعادلنا انت الفتره دي مش زي دلوقتي. انت الفتره اللي فاتت كانت لعيبه في نص الموسم او في اخر الموسم لعيبه منهكه، في تخبط اصلا مع المدير الفني ومش معروف هيقعد ولا هيمشي. صح. انت دلوقتي صفقات جديده، كل واحد جاي المفروض عايز يثبت نفسه، عايز يثبت رجله، عايز يقول انا هلعب للاهلي. انت يعني ما شفناش برضو الشخصيه دي في كاس العالم للانديه. ما انا بقول كده، ما انا ده قصدي. ما شفناش الشخصيه لا انت عمال بتقول كل واحد الا اخر دوري ابطال افريقيا خدها. انا بستغرب ان ما فيش حد لسه لحد دلوقتي كده. انا شايف كده بس اقول لك على حاجه برضو عشان ما نظلمش اللعيبه قوي يا احمد. انا وجهه نظري مثلا كاس العالم للانديه اللي عمل لك شبه اداء في ماتشات اللعيبه ده اللي بان بقى، مش الجهاز الفني. بس يعني جزء من مسؤوليه اللعيبه عن بالرمضان ده كان بيحرق نفسه جوه الملعب حرفيا. وسام ابو علي تعلمنا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، يعني مش عارف بقى ينفع نقول الكلام ده ولا لا، بس انت شايف قول اللي ينفع يتقال. ايوه انت شايف ان ده مثلا او اداء الاهلي ده سواء في كاس العالم للانديه اللي هو كان سهل جدا تروح دور ابعد من كده، او دلوقتي البدايه دي، مش شايف ان دي يعني سوء قرارات من اداره من طبعا فوق بقى؟ صح طبعا. صوتك انت اتعصبت ليه؟ عشان يسمعوا اسمع يا خطيب. انا شايف بصراحه طبعا ده انا كنت مستني يجي عليا الدور. هو طبعا الاهلي انا شايف كل المشاكل اللي فيها بقاله سنه او اكتر اداره 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 اداره. بصراحه مش معنى الاداره ان الاداره فاشله، الاداره رتمها ابطا بكتير من العصر اللي احنا فيه. هي ناجحه جدا بس الريتم بطيء قوي. على ما تقدر تشوف المشكله اللي جايه لازم اعدي بيها، اوقع فيها واتضرب بالجزمه واحلها وهكذا بقى. يعني لما تسيب سطر وتاخد سطر يعني انا مثلا فضلت كولر ده عمل لي انجازات جامده. يلا بقى نتعلم بقى يعني بسرعه. اما تخلص انجازاتك بعد ما خدت دوري الابطال الثانيه اقفل على نفسك وقبل الموسم ما يبدا هات صفقات. لا تباطأ، انت كده جبت، اصبر علينا كده ربنا يسهل. كولر اتظلم في الموسم، اتخبط هو نفسه. انا مقتنع انه طلع اوت في موت، حتى لو جبت له صفقه خلاص طلع اوت. دي حقيقة. ليه انت حملته وخليته في مواجهه صعبه جدا بينه وبين الجمهور وخرجته بره الموضوع نفسيا؟ اقول لك ليه، معلش عشان الحته دي بس ممكن نطول فيها سنه، كمل. مهمه جدا. انا ككولر دلوقتي لما اطلع اقول ما انا عايز الطلبات ما بتتنفذش، بطلع اقول للاداره يا جماعه محتاج مهاجم، يا جماعه محتاج وينج، محتاج كذا. صح، واحد بيلعب كريم الدبيس ده باك ليفت كان بيلعب وينج، خلاص ده ليفل وحش وانت فرق بطولات. لما اطلع اتكلم في الموضوع ده كتير انت بتعمل جاب وفجوه جامده جدا بيني وبين لعيبه حاسه ان امكانياتها مش مقنعه وهي مالهاش ذنب. انت فاهم انا اقصد ايه؟ فاهم. انا مقتنع ان دي الحلقه اللي بوظت مسيره كولر مع الاهلي، خربت الدنيا خلاص بقى. اللعيبه طلعت اوت. وكمان يا مصطفى القرار اصلا بتاع اقاله كولر هو جاي في وقت غلط، هو حسبه غلط وطلع في شرط جزائي. يا بدري يا اما يجي معانا كاس العالم. برافو عليك، بس ما فيهاش تالت. وتدعمه وتقف جنبه بجد. ما انت كده عملت ايه؟ انت خلاص. ما انت جبت مدير فني اللي انا اعرفه. انا كان رايي الطلقه اللي خدها كولر في وشه ان هو طلع في المؤتمرات الصحفيه وقال ان الاداره ما بتسمعش كلامه، مش عايزه تجيب اللعيبه اللي انا عايزها. دي كانت النهايه خلاص. يعني للاسف ده في يعني عشان بلد برضو ناميه زينا يعني نبقى كده وكده، بس الاداره برضو كجمهور يعني كجمهور يعني عشان نبقى برضو يبقى في رايين. انا شايف برضو ان الاداره مش وحشه قوي في حوار الصفقات ده، بالعكس هي مش وحشه، هي بطيئه من احسن هي بطيئه بس هي من احسن تقريبا احسن اداره جابت لنا صفقات احنا مثلا ما كناش بارقام بناس طبعا بعقود رعايه بكل حاجه. طبعا هي الاداره دي يحسب لها حاجات كتيره. وغير كده انت لو جيت بصيت على ارقام الاهلي فاداره واخده 4 ابطال افريقيا، يعني فده رقم كبير. رقم طبعا انا بقول لك هي مشكلتهم الوحيده البطء. وفي عندي مشكله كبيره قوي بقى مع اداره النادي الاهلي، دي انا عمري ما شفتها قبل كده، ان هم تحسهم قاعدين يعني تحسوا ادمن بيج ماجيكان هو اللي بياخد القرارات. الجمهور لما يضغط نفوق. ايوه بحس القرارات كلها مش عارف خسرنا من مين يا جدعان. حمدي فتحي جاي اخر سنه، طب ما هو جاي اخر السنه لسه. انت بتعلن عنه ليه دلوقتي؟ فاهم؟ في حاجات غريبه كده انا بفهم. مثلا كابتن محمود خطيب اتعشى النهارده في بونا بوتيك. ادعوا له يا جماعه ان هو ما يجيلوش مغص. دي حقيقه. طب في حاجات كده. طب الزمالك انت رايكم ايه؟ يعني رايك ايه في الزمالك؟ يعني بص رايك ايه في الزمالك حتى كمنظومه بقاله سنين ما بياخدش؟ وبجد عايزين ندي النقطه دي حقها. ليه هو مش اخر والجمهور على طول برضه في الظهر. بص ماشي. انت اكتر واحد المفروض تفهم الكلام ده كمانشستر. انا كنت جاي في الحوار ده. بس هو الكاس هو باسم الزمالك. خد بالك برضه هو من 3 سنين
2022 اخر مره خد فيها الدوري صح؟ انا مش شايف ان ده حاجه وحشه يعني، بالعكس. بص كمانشستر يونايتد ده حاجه تحفه. انا بتكلم بس الكومبيتيشن عندنا في مصر مختلفه شويه. بتكلم على ما انا فاهم دلوقتي، بتكلم عن المنتاليتي بتاعتك. لا المنتاليتي دلوقتي يا عم هتقبض دلوقتي وسيب الحلقه خلاص. يعني لا هو يعني انتوا كسبانين الدوري من 3 سنين، فيعني قشطه عادي ما فيش مشكله يعني لو تعثرت سنه 2 بس ترجع بعد كده. صح. انا شايف بس الزمالك برضو كجمهور كشعبيه المفروض ان هو يتحط مثلا الاهلي مثلا لو هنقول ايفن لو الضعف يبقى البطولتين قدامها بطوله، البطولتين دوري قدامها بطوله دوري، الاثنين افريقيا قدامها مره. يعني دلوقتي مثلا ايه الاهلي ياخد بطولتين الزمالك يروح مره دوري الابطال يروح الاهلي مش ياخد يعني انت فاهم. فده دوري ابطال افريقيا بدوري للزمالك، يعني هم حاطين الاثنين كده. طب انت رايك لو جينا نقول لك كده عايزين حل سحري يا احمد للزمالك، تختار حاجه من الثلاثه؟ تعالى لي هنا اختار. بس انا اوقف لك. اداره، فلوس. انا عارف ان ممكن اي نادي يحتاج الثلاثه، بس ايه المين بوينت يعني؟ اداره، فلوس، لعيبه. اداره طبعا 100%. اداره. لو حد قال غير كده هيبقى انت شايف اداره الزمالك دي اسوأ يعني حاجه لان موجوده في احنا الزمالك؟ لقينا مع الاداره يعني لقينا فلوس في النادي اهو. انت كويس ان انت بتقول الراي ده ومرتضى مش موجود يعني. لا احنا لا انت سلام ده يعني انت كده لقينا في فلوس في النادي. حلو. وبرده مصروفين اكتر من الاهلي والزمالك عامه. من الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز قصدي. الزمالك صارف اكتر. انا ما تعرفش الفلوس دي جت منين، بس اهو في حد بيمول بقى، في حد بيعمل حاجه، فالله اعلم. هيموت حبيبي الكلب. مفيش فايده. لا بتكلم بجد والله. فاللعيبه انت مثلا اي لعيب بتعوزه لا بتخش عادي بتدي له مرتبات، بيبقى عندك كومبيتيشن في البرايس عادي وانا عايز كذا يعني في فلوس تصرفات فيها اداريا غلط. طبعا انت لما يجي لك كل سنه قضيه من فيفا كنادي الزمالك، فدي انت مصيبه. دي اداره طبعا مش فلوس. نادي الزمالك صح؟ يعني تاني شعبيه في الوطن العربي كله. تعرف في ناس بتترجم الموضوع ده غلط يا جو، يقوم قايل لك ايه مثلا؟ لا اصل اقول لكم على حاجه، الفلوس لو جت هتحل المشاكل اللي ليها علاقه بالغرامات. طب ما هي جت اصلا من خطا اداري. صح. أكيد. مش خطا مادي، هي في الاخر خطا اداري خلى عندي مشاكل هتستمر لو احنا ما حلناش زي ما انت قلت. صح. انا بس اخر حاجه عايز اقولها على الزمالك، انا مقتنع ان جون ادوارد بيشتغل صح جدا بصراحه جدا، ومقتنع ان الزمالك ايفن لو حصل مشاكل اكيد هتبقى مشاكل خارجيه هتاثر على فريق كوره، بس كفريق كوره كامكانيات اللي انا متاكد منه انه هيطلع احسن حاجه من فريق الكوره ده اللي ينفع يطلع منه يعني. هو هيطلعه. هو انا شايف مع جمهور الزمالك في اخر حته برضو عشان نقفل الحته دي. يعني ان في ناس ابتدت تعرف جمهور الزمالك يعني انا مش عايز اغلط والله، او مش عايز اقول حاجه تتفهم غلط في مين؟ بس لا مش قصدي في جمهور الزمالك. ان جمهور الزمالك ابتدى يتفهم. يعني جون ادوارد ابتدى ممكن يبقى فاهم مثلا. على فكره جمهور الاهلي كده برضه، الناس دي بتيجي ازاي. يعني مثلا جمهور الاهلي تحس مثلا لو واحد باسف فانيلا ومش عارف ايه بس خلاص ده ابننا وهنطير بيه ومش عارف ايه. ممكن جمهور الزمالك في ناس برضه يعني لا هو لو كمل كده بالصفقات دي وطلع فعلا يعني كمل في التراك اللي هو ماشي فيه ده يبقى راجل كويس وزي الفل. لكن لو ابتدينا بقى ندخل في حوارات كل مره، ما الزمالك دايما بيجيب لعيبه ظلم تحكيمي عندي حاجات دي مش هنركز على المين بوينت يبقى هنخسر. اخر ماذا لو وين، ماذا لو شيكابالا لما رجع من الاحتراف زمان وهو صغير رجع الاول عمل عقد مع النادي الاهلي، بعد كده طلب من النادي الاهلي ان هو يلغي العقد ده ويروح على الزمالك. رايك مسيره شيكابالا بامكانيات شيكابالا دي لو كان لعب في الاهلي كان هيوصل لايه؟ هو طبعا كان هياخد بطولات اكتر من اللي معاه دلوقتي يعني. كان على الاقل يبقى مثلا معاه في سنه. تمام. انت كبطولات ماشي ها يعني كبوبولاريتي كشعبيه كانجازات كان لا بس حاسس ان هي كانت الحته دي هتضره، ان هو كان انت بتقول هيروح من الاهلي للزمالك، فلا جمهور الاهلي انا شايف ان هو بصراحه اكتر كتير من الزمالك، فكان هيتكره اكتر من جمهور الاهلي دلوقتي فاهم. هيتكره لو كان لعب في الاهلي كان هيتكره اكتر لو مش رغم انه يروح الزمالك تاني. بيقول لو كان كمل مسيرته في الاهلي لا طبعا كان هيحقق اكتر بكتير. والله انا شايف يعني في حاجه من الاثنين يعني الله اعلم كان ايه اللي هيحصل، بس هو يا اما كان هيبقى مسيره عفروتو اللي هو اللعيب الحريف اللي بس بسبب مثلا ما تعرفش ايه انها حياته في كرباج اذربيجان ماشي او لعيبه الناس الحريفه اللي بتيجي الاهلي وما بتعرفش تتاقلم او شخصيتها مثلا ما بتنفعش على النادي الاهلي، يا اما كان هيبقى لعيب اسطوره طبعا. طيب يبقى احنا كده تقريبا انا وحليم نفس الراي بصراحه بالظبط. مجمع اللي موافق
انا وجهه نظري مش دي حاجه وحشه، لكن انا رايي ان طريقه لعب النادي الاهلي اللي هي تيم وورك وفي هارد وركينج شويه، حته التالنت دي دايما يعني حته التالنت دي اكتر بتبقى مرسومه اكتر على نادي الزمالك. تمام. احنا حابين الاول نشكركم جدا على اول رياكشن ليكم يعني. اول رياكشنات ليكم والكومنتس بتاعتكم على اول حلقه عجبتنا جدا، وعلى فكره خدناها في عين الاعتبار. ممكن الحلقه دي تبقى اطول شويه بس حاولنا نقول ديتيلز اكتر عشان انتوا قلتوا لنا ما اديتوش يعني حق الكلام شويه. الموضوع كان انترست وممكن نعمل منه بارت 2 صح؟ يلا يعني موضوع اللعيبه القدام وليه ده ممكن نتكلم فيه تاني، ممكن نتكلم فيه اكتر من كده. ويعني احنا مبسوطين جدا ان في ناس قالت كومنتس حتى اعترضت على اراء مفاجاه والله ما حدش عبرنا. تمام. نشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله مع كعب عالي. سلام.